السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إنسان مقيم في السعودية، وأرسل الفيديو كليب هذا لكل الجهات المعنية، وبالخصوص أبونا الملك سلمان، الله يطول لنا في عمرك. أنا جالس أترجاك وأترجى الحكومة وأترجى كاع الناس الواصلين والناس المهمين اللي هم مقيمين على القانون. أنا إنسان لي يفوق من 12 سنة في السعودية، نقلت كفالتي كم مرة، فوق من 3 مرات، وأوراقي سارية ومقيم، وجيت مع أبويا مرافق مع أبويا. نقلت كفالتي المرة الأولى، ونقلت كفالتي المرة الثانية، ونقلت كفالتي المرة الثالثة، وتبهدلت. دحين جالس أترجى بس عشان إقامتي، عشان أقدر أطلع شهادة ميلاد لبنتي. لاني قادر أجدد إقامتي، ولاني قادر أطلع شهادة ميلاد لبنتي. بنتي عندها دحين 7 سنين. أبغى أرتاح نفسيا، أبغى أخرج من البيت، أبغى أطلع، أبغى أشتغل، ماني قادر عشان ما عندي إقامة. كفيلي جالس يماطلني له فوق من 4 سنين، كل يوم أسبوع هذا الشهر هذا، الأسبوع هذا الشهر هذا، وربي يعلم بي، لا عندي لا قدامي ولا عندي وراي، وما أبغى ولا شيء، ما أبغى لا حقوق ولا أبغى فلوس. اللي أطلبه من الحكومة إنه أبغى إقامة عشان أقدر أسافر، وأقدر أسفر بنتي معايا، وأقدر أدخلها المدرسة تدرس. دحين بنتي في المستوى السابع، يعني 7 سنين، لاني قادر أدخلها مدرسة، ولاني قادر أدخلها تحفيظ، ولاني قادر أصرف عليهم أو أكلهم. ليش؟ عشان كل ما رحت مكان أبغى أشتغل فيه يطلبوا نقل كفالة، وأوراقي منتهيين لهم 4 سنين. فالله يزداك خير يا أبونا أبو سلمان، الله يزداك خير. أنا أطلبك، تراني إنسان مغربي، وأعتبر نفسي من أهل البلد، أعتبر نفسي سعودي، بس الظروف قست علي، وناس استغلاليين، كل ما نقلت كفالتي على أحد استغلني، حتى منعوني دحين من إني أسافر. ماني طالب شيء، أبغى بس أوراقي عشان أقدر أسافر بلدي. فالله يزداكم خير، والله يزداك خير، إلى ما شوفوا لي حل. أنا ساكن في حي النزهة، جنب الدفاع المدني، في شارع سلطان بن سلمان.